الحمد لله رب العالمين. أطع الإله كما أمر، واملأ فؤادك بالحذر، وأطع أباك لأنه رباك من عهد الصغر، واخفض لأمك وارضها فعقوقها إحدى الكبر، حملتك 9 أشهر بين التمرد والضرر، فإذا مرضت فإنها تبكي بدمع كالمطر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا معاون له ولا معاند له ولا صاحب له ولا صاحبة له ولا ولد له ولا والد له، تعالى الله في علياء قدرته، فكل لسان أنت عاليه، لا كون يحصره، لا كشف يظهره، لا سر يبديه، حارت جميع الورى في كنه قدرته، فجل عزا ولطفا عن تساميه. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومصطفانا محمد بن عبد الله، صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، يا من إذا مشى يسبقه النور، وإذا تكلم أخجل البدور، وإذا ركع أو سجد يقول أمتي أمتي يا غفور. محمد واسمه يشفي مواجعنا، ما قصده موجع إلا وشافاه. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، حديثنا اليوم عن يوم الشهيد وتاريخ الشهداء العظيم. شوف ربنا يتكلم يقول إيه عنهم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. بأن لهم إيه؟ الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لو عملت مقارنة بيننا وبين الرجال هتلاقي الفرق كبير، بأننا نطلب دنيا وهم يطلبون أخرى. هم يطلبون الشهادة في سبيل الله، وانت عايز الدنيا، يقول لك ده ابن الشيخ وابن المدير وابن الوزير. لا، هناك ما عايزينش الدنيا، مش عندهم خالص، عندهم ايه؟ الآخرة. ولذلك لما وقف عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه، وقف ليلة غزوة أحد وتمنى على الله. شوف يتمنى ايه، وشوف انت تتمنى ايه، شوف انت بتدعي بايه وهو بيدعي بايه. لما تقف انت تتمنى على ربنا، عايز ولادك يفلحوا وينجحوا ويكبروا ويبقى لهم مناصب، عندهم اموال. لا، ده سيدنا عبد الله يقف رضي الله عنه بين يدي الله عز وجل ويرفع يده ويقول: اللهم إني أتمنى عليك وأسألك يا رب أن نلقى عدونا غدا فيلقونني وألقاهم فيقتلونني ويبقرون بطني ويقطعون أذني ويجدعون أنفي، فأقف بين يديك يا رب العالمين فتسألني يا رب فيما هذا يا عبد الله، فأقول يا رب قتلت فيك. شوف التمني، شوف الفرق بيننا وبينهم. شوف هو بيتمنى ايه؟ يتمنى الموت في سبيل الله، يتمنى الموت في سبيل الله. وبالطبع وفي غزوة أحد يلقى عدوه فيقتلوه ويبقرون بطنه ويقطعون أذنه
ويجدعون أنفه، وسيقف بين يدي الله عز وجل فيقول الله له: فيما هذا يا عبد الله؟ فيرد عليه ويقول: يا رب قتلت فيك. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هؤلاء الرجال ما عندهمش دنيا خالص. ده حتى منهم حنظلة غسيل الملائكة، لما كان متزوج تزوج حنظلة جديدا وجامع زوجته، وبعد أن جامع زوجته سمع منادي الجهاد ينادي، ما صبرش لما يغتسل من الجنابة، لا، خرج مع رسول الله على جنابته وهو جنب، وقتل رضي الله عنه يوم أحد. وتعجب النبي صلى الله عليه وسلم، وتعجب من حنظلة. الملائكة تحمل حنظلة بين السماء والأرض وتغسله في طست من ذهب بماء من ماء الجنة. ايه اللي حصل؟ ويسأل صلى الله عليه وسلم زوجته فتقول: يا رسول الله، لقد جامع حنظلة ولم يغتسل وخرج إلى الجهاد وهو جنب، فغسلته الملائكة بين السماوات وبين الأرض في طست من ذهب بماء من ماء الجنة. مش هم دول المؤمنين؟ مش هم دول اللي ربنا قال عنهم: من المؤمنين رجال؟ فأين نحن من الرجال؟ احنا فين؟ حط نفسك مكان، حط نفسك في مقارنة بينك وبين الرجال، مش هتلاقينا الرجال، لا والله، ولا أشباه الرجال، لا والله، ولا تخلقنا بأخلاق الرجال. ونطلب الجنة، تطلبها على ايه الجنة؟ ده ربنا بيقول: ما أقل حياء من يطمع في جنتي بلا عمل، كيف أجود برحمتي على من بخل بطاعتي. شوف الناس، ده حتى اللي بيموت في الغزوة مش من المجاهدين ربنا بيكتب له انه مجاهد. ولذلك حارثة يوم بدر، وحارثة صغير مش كبير، ورايح واقف في النضارة يعني بيطل بس بيشوف، يعني مش من المقاتلين، ونازل يشرب من الحوض بتاع سيدنا النبي اللي بناه سيدنا النبي والأصحاب. فجاءه سهم، ما نعرفش السهم ده من المشركين ولا من المسلمين، وجاءه سهم طائش فخر حارثة صريعا وهو ليس من المقاتلين. وبعد أن قتل حارثة تذهب أم حارثة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: يا رسول الله، تعلم منزلة حارثة مني، فإن كان في الجنة أصبر وأحتسب، وإن كان في غيرها لأنوح عليه يا رسول الله، لأنوح على حارثة. فقال لها: ويحك يا أم حارثة، أوهبلت يا أم حارثة؟ إنها جنان، وإن حارثة في الفردوس الأعلى. وحارثة ده مش من المقاتلين، لا، ده صغير ومن النضارة اللي بيطلوا. حارثة فين؟ ده في أعلى الجنات، في الفردوس الأعلى. طب فين احنا؟ بيننا وبين الرجال قد ايه؟ احنا بيننا وبينهم كام؟ سيدنا عمير بن الحمام في غزوة بدر لما نظر صلى الله عليه وسلم إلى قوة المشركين وعددهم وإلى قلة المسلمين وعدتهم، وقف النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا ربه ومخاطبا الناس: والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجلا صابرا مقبلا غير مدبر إلا وأدخله الله الجنة. وكان سيدنا عمير بن الحمام مش بيتضرب شجرة من القتال، لا، كان في فمه تمرات، معاه تمرات كده، حاطط تمرة في حنكه، ويقول: والله إنه لوقت طويل، فما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء. وألقى التمرة من فمه، مش هيلحق لما يأكلها، وألقاها من فمه ودخل فقاتل حتى قتل من المشركين رضي الله عنه. ونزل فيه قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. رجال، هم دول الرجال، هم دول العقلاء، أصحاب العقل السليم،
هم دول العقلاء. ولذلك يحكي جابر بن عبد الله، وكان سيدنا جابر صغير، فبعد غزوة أحد يراه صلى الله عليه وسلم مهموما حزينا، فنادى عليه: يا جابر، ما لي أراك مهموما حزينا يا جابر؟ فقال: يا رسول الله، قتل أبي يوم أحد وترك لي دينا وترك لي بناتا ودينا. فقال: يا جابر، ألا أبشرك يا جابر؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده ما كلم الله أحدا كفاحا، يعني وجها لوجه، إلا عبد الله ابن حرام، فقال له: سلني أعطك. فقال: يا ربي أسألك أن أحيا فأقتل فيك مرة ثانية. من حلاوة القتل في سبيل الله عايز يعمل ايه؟ ربنا يحييه ويموت تاني ويموت تاني ويموت تاني في سبيل الله. فقال: إنه سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. فقال: يا ربي فبلغ من ورائي. فنزل قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. ومش الشباب بس اللي كانوا بيطلبوا الشهادة، لا، ده حتى الكبار. سيدنا عمرو بن الجموح راجل كبير، شيخ كبير، وراجل أعرج، يعني عنده عجز، وربنا قال ايه؟ ولا على الأعرج حرج. فراح لأولاده قال لهم: أنا هخرج أقاتل في سبيل الله. منعوه، قالوا: لا، ده ربنا رخص لك. فقال: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، وأنت رجل شيخ كبير، وإنا نقاتل عنك في سبيل الله. احنا كلنا هنخرج في سبيل الله نقاتل عنك. فبكى وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أريد القتال في سبيل الله، أريد أن أقتل في سبيل الله، أريد يا رسول الله أن أطأ بعرجتي هذه الجنة، عايز أحط رجلي العرجة دي، العجزة دي أحطها في الجنة، وأولادي يمنعوني من الشهادة. فقال صلى الله عليه وسلم: أما أنت فقد رخص الله لك. وقال لأولاده: وأما أنتم فلا حق لكم أن تمنعوه، لعل الله أن يمنحه الشهادة. وخرج في سبيل الله وهو شيخ كبير، شيخ كبير وأعرج، وخرج في سبيل الله فقاتل يوم أحد حتى قتل في سبيل الله. ونزل فيه قول الله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. الأمر خطير هناك. احنا عايشين كده وخلاص، ابن فلان وابن علان، وانا عملت وابويا عمل وامي عملت وابويا. انت عملت ايه؟ عملت ايه؟ انت بتفتخر بايه؟ بتفتخر ايه الاعمال اللي انت عملتها؟ انت بتقرا القرآن كل يوم، انت بتصلي كل يوم بالليل، انت بتقوم الليل والناس نيام، انت بتفتخر بايه؟ ايه اللي انت بتفتخر بيه؟ لا، مش هي دي الناس بتاعت زمان، مش هم دول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا لا، مفيش مقارنة خالص، مفيش وجه مقارنة. ولذلك سيدنا النبي كان يتكلم عن شهداء أحد فيقول: إن أرواح إخوانكم في أجواف طير خضر. أرواحهم فين؟ في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأوي إلى قناديل تحت عرش الرحمن وتأكل من ثمار الجنة. وتعمل المقارنة أنت النهاردة، أنت فين وهم فين؟ أنت فين وهم فين؟ ده سيدنا سعد رضي الله عنه وسيدنا أنس بن النضر. سيدنا أنس ده يوم الغزوة وغزوة أحد، وانهزم المسلمون بسبب مخالفة أصحاب رسول الله لرسول الله. كان كل الهزيمة على أن الرماة خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركوا المكان بتاعهم. ولما اختلط المسلمون وذاع صيت بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، أخذ المسلمون يضرب بعضهم بعضا، منهم من ترك السلاح، ومنهم من ذهب إلى القتال، ومنهم من اختلط به الأمر، الأمور باظت. يعمل إيه سيدنا أنس؟ نادى فيهم: اللهم إني أعتذر إليك
مما يفعل هؤلاء، أي أصحاب النبي، وأبرأ إليك مما يفعل هؤلاء. فإن كان محمدا قد مات فإن رب محمد لن يموت، فقاتلوا على ما قاتل عليه نبيكم. وأخذ سيفه ودخل بين الكفار فقاتل حتى قتل، وهو ممن نزل فيهم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. ويقول صلى الله عليه وسلم: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان حي لا يموت. ابن آدم اعمل ما شئت كما تدين تدان، أو كما قال: التائب حبيب الرحمن والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.